يعني اعتقد بفضل الله عز وجل ده ابلغ رد على كل الادعاءات التي راح يعني بعض المناوئين للحزب او يعني اخبارك انه يزعمون ان هناك انشقاقات او شيء غير ذلك. فاحنا بنقول لهم انظروا، اخبارك هذا ابلغ رد على ان الحزب بفضل الله تبارك وتعالى في ازدهار وقواعده مستقره وماضي الى الامام باذن الله تبارك وتعالى، ويعني بعون الله عز وجل يعني تثبت الايام القادمه اكثر من ذلك باذن الله عز وجل. موقف الدعوه السلفيه من حزب النور كذراع سياسي؟ ما هو امر حسم ان الدعوه قالت ليس لها الا ذراع سياسيه واحد وهو حزب النور. كلمه حضرتك توجهها للشباب حزب النور حاليا؟ اقول لهم اثبتوا على ما انتم عليه وعلى الحق الذي انتم عليه، وحافظوا على كيانكم وواصلوا سيركم ليلا ونهار، فان المشروع الاسلامي المتميز الذي تحملونه لن يستطيع ان يقوم به غيركم، فلا تضيعوا وقتا وامضوا لان مصر امانه في اعناقكم. في حاليا دلوقتي المجمعات الانتخابيه اشتغلت، ايه وضع حزب النور حاليا دلوقتي من المجمعات؟ بفضل الله المجمعات شغاله في كل مكان بمعايير واضحه ومنضبطه، وانا ادعو الشباب والناس جميعا انهم يعني يعلموا بفضل الله ان الحزب بيبذل كل ما في وسعه لاختيار افضل ويعني ارقى العناصر التي تستطيع ان تقوم بالواجب وقبلها باذن الله تبارك وتعالى. هل هناك تحالفات في الفتره القادمه ولا لسه؟ الى الان ليس هناك اي تحالفات واي كلام ليس صوابا في هذا الباب.